انا اسمي ساون، عمري 23 سنة. عارف ان اغلبكم هيقول ان اسمي غريب، بس صدقوني قصتي اغرب. انا عربي وكل اللي حواليا مسلمين الا اهلي، حتى عمي اللي هو اخو ابويا مسلم، بس ابويا اختار دين تاني غير الاسلام ومش فاهم ليه. عيلتي غنيه جدا لدرجه ان انا عندي 23 سنه بس معايا 5 عربيات فخمه، واي حاجه بطلبها بتجيلي على طول من غير تفكير، وده كله بسبب فلوس ابويا. بس في نفس الوقت كنا عيله منبوذه جدا، لا قريب ولا جيران بيحبونا، ده حتى وانا عندي 23 سنه ما عنديش صاحب واحد، كله بيكرهنا، يمكن عشان سمعه ابويا اللي كانت وحشه جدا واسبابها لحد النهارده مجهوله. الموضوع مش هنا، كان في منطقتنا مكان غريب جدا، منطقه مقفوله اسمها اللي مشهور بين الناس حارة الجن. وعلى كلام اهل الحارة المكان ده له علاقة مباشرة بثراء ابويا. خلوني ارجع فيكم سنة 1990، وقتها سكان الحارة دي كانوا اغنياء لدرجة غبية. الغريب بقى ان سكان الحارة دي محدش يعرف عنهم حاجة غير اللي دخلها، واللي يدخلها يا يطلع ساري ثراء فاحش يا اما ما يطلعش خالص، وكأنها اختبار لو فشلت فيه تموت، لو نجحت حياتك تتغير 180 درجة. الغريب بقى يا صاحبي ان ابويا كان من الناس اللي دخلوا الحاره دي وطلعوا منها غني، وكل ما اساله ايه اللي حصل وشه بيتغير ويتعصب جدا وما يرضاش يجاوبني. سنة 1992 على كلام الناس في واحد حاول يتسلل لحاره الاغنياء، وبعد ما دخل ب 24 ساعه الانفجار ما كانش طبيعي. الشرطه والاسعاف والمطافي جم جري على المكان، ودي كانت اول مره في التاريخ قوات الامن تدخل الحاره دي. 54 شخص من الشرطه دخلوا الحاره، والناس كلها كانت واقفه بتراقب من بعيد. ساعه، 2، 3، 4 ساعات بالظبط الاتصال اتقطع معاهم كلهم. النار كانت شغاله بشكل مرعب لدرجه ان النهار اتحول لليل من كتر الدخان. وبعد ساعات من اختفاء ال 54 واحد المسؤولين افتكروا ان العدد قليل، فقرروا يضاعفوا العدد 3 مرات، وفعلا يا ريتهم ما عملوها. بعتوا 162 شخص، وبعد ساعات قليله حصل نفس اللي حصل بالظبط، كل اللي دخلوا اختفوا. وقتها بقى صعب جدا انهم يضحوا تاني، فصدر قرار رسمي ان محدش يقرب من الحاره دي، وسابوا الحريق شغال زي ما هو. بعد يومين من الحادثه تقريبا الحريق بدأ يختفي تدريجيا من غير تدخل أي جهة، وبعد 3 أيام بالظبط اختفى كأنه ما حصلش أصلا. اليوم الرابع سكان حارتنا شموا روايح كريهة جدا، ولما تتبعوا مصدرها اكتشفوا إنها جاية من حارة الأغنياء. الصدمة بقى لقوا هناك 216 جثة مرمية قدام الحارة. دول مين؟ أكيد عرفتوهم، رجال الشرطة اللي هم في الأول راحوا 54، بعد كده ضربوا 3 أضعاف الرقم. من اللحظة دي كل الناس بدأت تسمي المكان ده حارة الجن. خلونا نرجع للواقع. أنا دايما بسأل نفسي ليه اسم غريب؟ إيه معنى شاون؟ ليه الناس كلها بتكرهني؟ ايه اللي جوه الحاره دي؟ مع اني انا متاكد ان كل الاجابات موجوده هناك، بس انا مش مجنون ادخل واضحي بنفسي يعني. لحد ما عدى وقت طويل والايام عدت لحد اليوم اللي سمعنا فيه خبر وفاه ابويا. بس انا اخدت بالي من حاجه غريبه، كله كان بيعيط الا امي، ما نزلتش دمعه عليه. قلت يمكن قلبها قوي او مش عايزه تورينا حزنها. عدت الايام، وفي يوم من الايام وانا خارج من البقاله لاحظت قطه سودا ماشيه ورايا. الغريب انها ماشيه بنفس خطواتي، امشي خطوتين تمشي خطوتين، انا ابطل ماشي هي تبطل ماشي. وصلت البيت اتلفت ورايا لقيتها لسه واقفه. دخلت اوضتي ونمت. صحيت من النوم على اتصال غريب، رديت وقلت مين معايا. رد عليا صوت ضخم وقال لي انا ساون. ضحكت باستغراب، ازاي في حد تاني عنده نفس اسمي؟ قلت له عمري ما توقعت الاقي حد تاني اسمه ساون. رد عليا رد اتمنيت ما كنتش سمعته. انت اتسميت على اسمي. وقتها قمت من السرير، بدات اخد الموضوع بجديه. مين ده؟ جاب رقمي منين؟ وليه اهلي سموني على اسمه؟ فجاه جه في بالي حاره الجن، واول ما فكرت فيها الصوت على التليفون رد وقال لي ايه؟ اسئلتك دي كلها هتلاقي جوابها عندي انا. وكمل كلامه، انا وانت صح 2 بس قريب هنكون 1. وقفل الخط في وشي. انا حسيت برعب لانه قرا افكاري، والجمله الاخيره خوفتني جدا. قعدت افكر بالساعات لحد ما ربطت الاحداث ببعضها. اتاكدت ان الشخص اللي كلمني من حاره الجن، ومن كتر الاستفهامات اللي في دماغي وصلت لمرحله ان انا فكرت اخش الحاره دي بنفسي. ومجرد ما الفكره دي دخلت دماغي جالي اتصال تاني الساعه 7 بالظبط. اسمع يا ساون، لو عايز تعرف اللي في دماغك تعالى لحارة الجن بعد 6 ساعات من دلوقتي. بس هو قال لي كده. هو حقيقة انا كنت خايف لدرجة مش طبيعية، بس الفضول اللي في دماغي اكبر من اي خوف. بعد 5 ساعات بالظبط خرجت من البيت من غير ما حد يعرف، ورحت على حارة الجن. اول ما وصلت لقيت الباب مفتوح، ودي اول مرة تحصل. كان قدامي سلم كله اسود. اتصدمت، يعني ايه في سلم؟ هو الحارة فوق في الدور التاني ولا ايه؟ وبديت اواسي نفسي ان مفيش حاجة. طلعت على السلم وكل اللي شايف في نور بعيد، ولا في اي حاجة غيره. كل درجة بطلعها التوتر كان بيزيد اكتر لحد ما وصلت عند النور، وهنا كانت الصدمة. والله ما كنت متوقع الحارة تبقى بالشكل ده ابدا. قدامي كان في صحراء، والله صحراء واسعة. فين بقى حارة الاغنياء؟ فين الكلام اللي كنا بنسمعه ان اللي يدخلها هيخرج غني؟ كنت مش فاهم اي حاجة، بس فجأة حد لمس ايه، لمسة خشنة جمدت الدم في عروقي.